اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم معجون كورة. يقدمه لكم مهاب ايهاب المصري الجنسية. شوف الواحد فخور ازاي وبيقول لي مصري الجنسية. منتخب مصر النهاردة لعب مباراة من احلى الماتشات اللي الواحد شافها للمنتخب في التاريخ. طبعا هتقول لي يا عم بطل مبالغة يا عمي، ده احنا كنا مزنوقين زنقة مش عارف ايه. بص يا حبيبي، انك تروح اسبانيا تلعب في برشلونة، المنتخب الاسباني في ملعبه وملعب متقفل، ومن اول دقيقة في صافرات استهجان على النشيد بتاعك، وتطلع الماتش 0-0 ومهدد في الشوط الاول والبوزيشن كان 50-50 في الشوط الاول. فانت عملت ماتش كبير وعملت، واللعيبة كانت رجالة رجالة، وفي دكر واقف على الخط. حسام حسن مدرب دكر وعنده تكتيك. اي حد يقول لك بقى يتريق عليه ومش عارف ايه، الراجل ده مدرب كبير قوي، مدرب كبير قوي. حسام حسن بدأ الماتش ب 4-3-3، محمد هاني باك رايت، ياسر ابراهيم وحمدي فتحي سرد باكين، باك ليفت احمد فتوح، مروان عطية وامام عاشور ومهند لاشين في نص الملعب، زيزو ناحية اليمين، اسلام عيسى ناحية الشمال، عمر مرموش مهاجم صريح. لو رجعت كده الفيديو بتاع الصبح، التشكيلة دي هي قلتها لك ما عدا حاجة واحدة. قلت لك ان هو هيلاعب رامي ربيعة ويحط حمدي فتحي في نص الملعب مكان مهند لاشين. بس هو عمل الصح. ليه عمل الصح؟ حمدي فتحي كان من نجوم الماتش لولا الطرد اللي هو خده. اخد طرد في اخر 10 دقايق، وقع اللعيبه وحطينا في ضغط كبير، بس هو عمل ماتش عالمي. واسلام عيسى نزل مكان تريزيجيه، الناس كلها قالت ايه القرف ده وبتاع. بس انا عايز اقول حاجه، اسلام عيسى عمل ماتش كبير قوي. اسلام عيسى الشوط الاول طبعا فتوح، مش هتكلم، لا غبار عن انا ما ينفعش هتكلم اصلا. وقلت لك الصبح برضه ان هو الوحيد اللي انا اضمن ان هو هيلعب باريحيه، واضمن ان هو هيلعب ويعمل ماتش كبير، وما كدبش خبر. يعني عليه برده احمد فتوح نجم الماتش النهارده. لا، هو في كذا حد يبقى نجم الماتش عشان بس ما نظلمش حد. بس اسلام عيسى عمل واجبات دفاعيه معاه. الجبهه بتاعت بيدرو بورو ولامين يامال، لولا اسلام عيسى اعتقد ان احمد فتوح كان هيبقى في ورطه كبيره. اسلام عيسى عمل ماتش كبير قوي دفاعي يا جماعه. نيجي بقى للحلويات. الحلويات اللي كان في ناحيه الشمال النهارده احمد فتوح. ايه الحلاوه دي يا عم احمد؟ يا فتوح، يا ابني يا ابني يا ابني، الواد ده ما بيقول عليه اجمد واحد في الدنيا وبتاع، وانت مش شايف حد. انت مش ما شفتوش. ولامين يامال اصلا عمال يلعبنا كده بعلو كده، حاطط لي بتاع كده، هو عامل لي فيها رافائيل نادال، وكأننا ريحتنا وحشه، اي حد يخش عليه يعمل كده اهو. يا ابني في ايه يا ابني؟ بس فتوح حطه في شنكار، ما عداش غير في كوره بتهيألي، او ما عداش في حاجه، الكوره جات له شاطها كده اي كلام وشكرا على كده. احمد فتوح النهارده نجم من نجوم الماتش. مهند لاشين النهارده، اقسم بالله اقسم بالله ده من احلى الماتشات اللي شفتها لديفندر مصري مع منتخب مصر على مر التاريخ. مبالغه ومش مبالغه. قول لي مهند لاشين عمل ايه النهارده غلط؟ طلوع بالكرة في الضغط هتلاقي، بلوكات هتلاقي، قطع كرة هتلاقي، جري في الملعب هتلاقي. كل حاجة مهند لاشين عملها صح النهارده. انا مش ببالغ، مهند لاشين النهارده نجم من نجوم الماتش بلا منازع، ده انا ما كانش هو افضل لعيب في الماتش. مهند لاشين، احمد فتوح، مصطفى شوبير، احمد فتوح مصطفى شوبير، عمر مرموش، 10 من 10 ونجم. النجمه ممكن مرموش ما ياخدهاش بس عشان الكرة جت في العارضه. عشان انا
انا راجل طماع، انت راجل فرود يا عم، انا ما تحطنيش في العارضه، انت جامد فشخ، بس انا ماليش دعوه، حطها لي جون يا عم، بس انا طماع. بس انا بقى عايز اقول حاجه، يعني فرحانين وصفر صفر وبتاع، والمنتخب المصنف الاول على العالم، وبالمناسبه ونزل التاني، دي يعني حاجه قلت اقولها لك. بس انا تعبت من كفايه رجوله بقى، اللعيبه رجاله وكل حاجه، بس انا نفسي بقى يعني يعني نروح بهجمتين ثلاثه رحنا بيهم، بس نلعب كوره من، يعني احنا كنا مضغوطين قوي. بس بصراحه عندهم حق، يعني احنا بنلعب اسبانيا، انا مش عارف انا طماع ليه، انا مش عارف انا طماع ليه. نروح للتقييمات. وقبل ما نروح للتقييمات انا عايز بس اعرف، احنا لما النشيد الوطني كان بيتعمل في الاستاد، سفرية الاستجمام دي ليه؟ احنا ولا دولة ولا وحشين معاكوا، ولا كان في حرب ما بيننا ولا اي حاجة خالص. بالعكس يا عم، ده احنا بنحب اسبانيا، احنا ما عندناش مشاكل مع اسبانيا خالص. ليه الصفرات الغريبة دي؟ انا ما فهمتهاش بصراحة. ولا دول المغربيين، دول المغاربة اللي قاعدين في اسبانيا، ولا دول ايه؟ ولا الشعب كله ولا الكوكب كله تلت، خلاص كلها بقت متلتة، كلها بقت 3% ومتلتة على بعضيها الدنيا بايظة. مهند لاشين، انا مبسوط بمهند لاشين بصراحة. الدقيقة 2 كده، شوطة كده في نص الملعب، قال لي رايا اصحى فوق يلا، اصحى وفوق. احنا من الدقيقة 0 للدقيقة 25 آه ما رحناش نص الملعب اللي هناك غير الشوطة بتاعت مهند لاشين. الدقيقة 25 عملنا هجمة حلوة قوي قوي قوي، وطلعنا بيها من تحت لفوق كده، وبصينا على الارض، وما رحناش ولا سكند بول ولا الكلام ده، لا، رحنا بهجمه مبنيه بيلد اب. فزي ما بقول لكم، احنا الدقيقه 25 طلعنا بالكره حلوه قوي. ومن الدقيقه 25 لغايه الدقيقه مثلا قول 35 رحنا بكذا هجمه حلوين. في كوره طلعنا بيها حلوه قوي، احمد فتوح جاب منها فاول من لامين يامال كده بالصياعه. يا ابني انا بحبك يا ابني، يا ابني لو الحاجة في السلام حلوة قوي كده قول لي، قول لي لو هي بتخليك مش شايف حد كده. ايه يا ابني ده؟ انت ولا شايف حد في كوكب الارض؟ انت مجنون يالا. طبعا احنا بنهزر، بس انت نمبر بس. نروح ليه يا جماعة؟ في الدقيقة 17، في الدقيقة 18 كده او 17، اكتشفت ان امام عاشور في الملعب. ايه يا امام، انت كنت فين يا حبيبي؟ انت مره واحده لقيتك وقعت خدت فاول، بيعملوا زوم ان لقيت ده امام عاشور، وقبليها برضه عملت واحده كده اهو، عملت كده اهو. افتكرت امين عمر اللي بيحكم باين مش عارف. حبيبي احنا بنلعب اسبانيا، انت ما جيتش اسبانيا خالص، انت كنت فين يا بابا؟ هو ده اللي هيتباع ب 8 مليون دولار؟ 8 مليون دولار ها؟ 8 دولار يعني كام؟ 8 مليون دولار يعني ايه اصلا الرقم ده؟ يعني 400 مليون جنيه مصري. ده كان وحش قوي، ده سيء، بجد سيء. واول تغييره تطلع ما بين الشوطين كان امام عاشور، وتغييره 10 على 10 ونجمه، اقسم بالله وحش قوي. حتى الكره اللي راح اداها المرموش كان راح عمال لا لا اصلا مش عارف يشوط ولا ما يشوطش، لغايه لما نتاشا كده اهو المرموش، اي كلام، مرموش حفرك فيها وحطها في العارضه. 8 مليون دولار ايه يا امام؟ ده انت ما تجيبش 8 مليون بيزو، عارف البيزو؟ اخو احمد السيد بيزو اللي قاعد هناك برضو ده، اللي الناحيه التانيه ده، برضو خد الكرة خد الكرة مع بيدرو بورو، فضل يجري 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 لغايه لما وصل مدريد، مش عارف بقى ياخد الطياره من هناك ولا هيروح من الطياره من كاتالونيا ولا هيعملوا معاه ايه. يعني لسه هيكلموه. انتوا مالكوا انتوا الجوز، انتوا كنتوا تمام. زيزو كان عامل ماتش جامد قوي في السعوديه، راح برشلونه ما تفهمش عمال يجري بس. حتى في كرة جات له في الشوط الاول،
بدل ما يرفعه اوفر عدل ولا ينقل الكرة صح، لقيت لك رفص واحدة كده اهو راحت ضربة مرمى. المهم نروح لتقييم اللاعبين. مصطفى شوبير 10/10 ونجمة، وأعتقد إن مصطفى شوبير هيجيله عرض كبير من الدوري الأسباني. مصطفى شوبير عمل ماتش كبير قوي، خصوصا في الشوط التاني. الشوط الأول ما راحش عليه غير بكورتين مثلا حاجة كده، الشوط التاني كان نجم يعني. محمد هاني 7/10، ياسر إبراهيم 9/10، وأقول لك ليه 9. ياسر إبراهيم الشوط الأول فضل يشلت كتير قوي، يشلت يعني بجد. كان في كور ما ملهاش، ليه بتشلت؟ طب ما اهو اهو، لكن الكرة يقطع الكرة. في ايه يا حبيبي؟ ليه يا بابا بنخسر الكورة؟ ما بحبش انا الشلاليت، بس رجولة، ياسر رجولة. حمدي فتحي 10/10، فتوح 10/10 ونجمة وحتة، يعني تاخد نجمة وتاخد حتة فوقيها. عيني عليك برضه يا ابني، بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يحميك وتجيب الدوري للزمالك بإذن الله، بإذن الله. مروان عطية كنت مستني منه أداء أحسن من كده بصراحة، كنت مستني منه ظهور يكون أحسن من كده. برضو حالات ياسر إبراهيم، بس ياسر إبراهيم سيرد باك، أنت ليه بتشلت أنت كمان؟ أنت في كام كرة جات لك كده أهو، باص من محمد هاني ولا أنا في حاجة كده عايز أشرح. الكرة كانت يعني لما بنيجي نطلع بالكرة، ياسر ابراهيم يلعب لمحمد هاني، محمد هاني يلعب لمروان عطيه او مهند لاشين ايا كان مين هو، نعطل. تلاقي مروان عطيه ماسك ما مش لحد، تلعبها طويله لزيزو الباك ليفت بتاعنا، ما بنعرفش نطلع من الحته دي، مش عارف ليه. ان شاء الله تتعالج قدام. بس طبعا احنا بنلعب اسبانيا برضو، وانا عمال اتكلم كلام كبير، بس احنا لعبنا ماتش كبير قوي قدام اسبانيا بصراحه، بصراحه. مروان عطيه 7، مهند لاشين 10/10 ونجمة ودماغك ابوسها، فاهم؟ امام 3، وانا والله كده كرمك، والله يعني مش عارف 3 ليه اصلا، بس يعني عشان جريت شويه. امام عاشور جري اكتر، زيزو جري اكتر منك 4 ولا 3 ونص، 3 ونص. عمر مرموش 10/10، بس ما ياخدش نجمه، دي ما ياخدش نجمه عشان الكوره جت في العارضه. انت راجل فيرود، هات لي جون، ماليش دعوه، انت جامد فشخ. انت راجل اللي بتلعب في مانشستر سيتي يا عم، وانت راجل يا عم مكسر الدنيا يا عم. انت بتلعب الفيرود ليه؟ انت بتلعب فيرود لمنتخب مصر يا عم، هات لي جول، ماليش دعوه. بس انت جامد، انت جامد. اسلام عيسى 6/10، الستة كلهم واخدهم لأدواره الدفاعية. تريزيجيه لما نزل ياخد 6 زيهم. هيثم حسن ياخد 7/10، كام كرة ياخد يروح كده لوحده، كانت كويسة يعني. و وانا اخد كام من 10؟ انتوا إيه رايكم؟ وانتوا انا كمهاب اخد كام من 10؟ وخلي بالكم انا عندي صليبي، يعني انا ليا عذر، يعني المفروض تقيموني تقييم كويس. الحلقه لو عجبتكم تعملوا بقى سبسكرايب ولايك وكومنت وشير، ونشوفكم بقى في المعترك بقى اللي داخلين عليه بتاع الدوري ده. وان شاء الله باذن الله الدوري في 100 عقبه، باذن الله، باذن الله. والاهلي السنه الجايه هيفضى بقى، ديانج رايح فالنسيا، وامام هيروح يشوف له شغلانه تانية، والدنيا تبقى حلوه بقى، الدنيا تبقى حلوه ان شاء الله. الدوري في الزمالك باذن الله.